طيبين. طبعا الاكله دي بتاعت العيد فانا ما عملتهاش، فبعملها دلوقتي. عندي كده حتتين فشه وحتتين لحمه راس، قلت اعملهم كده مع بعض كده محمرهم كده. انا بعمل الفشه ما بسلقهاش، انا باخدها الاول تشويحه كده، بحط حته سمنه تسيح، احط فص مستكه لو ممكن عندك، مش عندك مش مشكله. بعد كده بحطها تاخد صدمه وبقلبها كده بالفشه اهي مقطعه كده. وبعد ما بتاخد اللون ده برش عليها شويه فلفل بدون ملح، بحط ورق لوري وبحط الايه الحبهان، ونفس النظام لحمه الراس. وبكون محضره ميه مغليه. طبعا البتاع خدت اللون اللي انا عايزاه الفشه، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونحط كده الميه. انا مش بسلقها، انا بخلي الميه فيها كده شويه وبوطي عليها النار تشربها، احط غيرها وهكذا لغايه ما تبقى ايه ما تستوي، ما بسلقهاش. ونفس النظام بسم الله الرحمن الرحيم ديت برضو ايه دي هسلقها، عشان دي عايزه اسلقها عشان فيها عظمه وفيها حته من اللسان كده جامده، فمش هتنفع نشوحها. لو ما فيهاش عظم كان ممكن نشوحها. فانا ديت هحط بقى طبعا المكونات بتاع السلق بعد ما خدتها برضو صدمه كده واتحمرت بالملح والفلفل، من غير ملح بالفلفل بس. حطيت مستكه وحبهان وورق لوري بنفس النظام بتاع الفش. دي هتغلي هوطي عليها واسيبها تستوي، احط لها جزرايه وبصلايه وقطايه وفيها الحبهان وفيها الحاجه بتاعتها، واحط مرق الدجاج. هنا برضو هحط لها قالب مرق الدجاج، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. خليكم معايا لاخر الفيديو. عملت اهي السلقه، ومعانا كمان حته طحال قطعتها بعد ما خلصت اهي، ما سلقتهاش زي ما قلت لكم. انا بحط حبه ميه في حبه ميه كده تشربهم، بعد كده بقوم ايه بسيبها تستوي، تشرب تستوي، بعد كده بتنشف خالص بتكون استوت، بقوم مطلعها. طبعا بملحها قبل ما تنزل، بحط شويه ملح شويه فلفل وشويه تاني وشويه كمون قبل ما انزلها. بعد كده اسيبها تبرد وبقطعها التقطيعه اللي انت عايزاها، كبيره صغيره حسب ما انت عايزه. اهي قطعتها، واللحمه برضو هي بتاعت الراس اهي برضو قطعتها، خليتها من العظم وقطعتها قطع برضو صغيره كده عشان نحمرها تبقى مع تبقى هاتلك كده زي بتاعت المصامت، زي بتاع المصمت كده. هنا بقى حطيت شويه زيت وحته سمنه بلدي وحطيت حته ليا، حطيتهم كده يسيحوا، وهوطي النار شويه كده عشان احط الفشه. بسم الله الرحمن الرحيم. احط الفشه الاول كده، خليها تحميره. بعد ما تاخد لون كده شويه هقوم حاطه اللحمه. احط الفشه الاول عشان الفشه وقتها طويله شويه، بتاخد وقت شويه لما تتحمر هي والطحال. طبعا هنحط عليهم ملح وفلفل وكمون، واللي يحب الحب بتاعه ايه يشوف. خليكم معايا بقى لاخر الفيديو هنشوف هنعمل ايه. بحبكم في الله، ما تنسونيش في لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. بصي يا حبايبي، هنا بعد ما خدت لون اهي هحط ايه بقى، عامله شويه فلفل الوان اهي، شويه فلفل حامي حسب الرغبه. عايزين تحطوا حامي حطوا، عايزين تحطوا الوان بس حطوا. هنحط كده. على فكره الفلفل الالوان ده كان في الفريزر، الفلفل الالوان ده كان في الفريزر عشان كده طري شويه معايا. نقلبه كده. ناخد بس نشم الريحه كده بتاعت الفلفل اللي هو الحامي ده. الطقرن اللي يحب يحط حامي يحط، ما يحبش فمفيش مشكله. نوسع كده ونحط اللحمه. بسم الله الرحمن الرحيم.
نحطها كلها ونقلب، نفضل نقلب بقى لغاية ما تاخد لون معانا تتحمر كده، ونرشها بالملح والفلفل والكمون، ونشوف هنعمل ايه قبل ما ننزل. خليكم معايا. بس يا حبايبي هنا بعد ما كله اتشوح اهو اتحمر اهو، نقول بسم الله لا حول ولا قوة الا بالله والصلاة والسلام على رسول الله. صلوا على النبي يا جماعة في الكومنتات عشان ناخد اجر انا وانتم. انا دلوقتي عاملة بصلاية اهي بشوية سماق وملح وفلفل، احطها معاهم. عندكم سماق عندكم مش مهم، السماق مش مهم، هنعمل كده حطوا ملح وفلفل بس. نخلي ايه شوية نحطهم تحت الطبق كده، تحت طبق التقديم، وهنقلب برضو كده تاخد تشويحة معاهم، مش هنقعد كتير، عايزاها بس تدبل معاهم كده وياخدوا الريحة من البصلة، ياخدوا ريحة البصلة والسماق بس اهو. بعد كده نشوف هنقدمها ازاي يا حبايبي. وبعد ما غرفناها عملنا جرنشنا كده طبق كده بالكرنب الاحمر وبقية البصل اللي هو بالسماق، وحطينا عليه اللحمة والطحال والفشة، هو عملنا جنبها سلطة بلدي، ومعنا العيش البيتي برضو اهو. جربوه. هنكسر بقى اللون كده بشوية بقدونس صغيرة كده، شوية خضرة كده، نكسر اللون كده، نعمل كده ونعمل سندوتش بقى معاكم. بص يا حبايبي بقى ناخد كده بايدينا كده، بصوا بسم الله الرحمن الرحيم اهو، نعمل كده اهو، ناخد كده سندوتش حسب ما انت عايزه بقى اهو. ده كده هنحط البصل برضو، نحط بصل، نحط سلطه، وناكل بألف هنا وشفا. قولوا لي رأيكم ايه، واعملوا الطريقة بتاعت الفشة دي احلى من المسلوقة، بتبقى طعمها حلو، طعمها منه فيه كده، ولا بنعمل شوربة فيها تضيع الطعم ولا اي حاجة. دي طريقتي انا بعملها من نفسي، ما شفتهاش على قناة، انا بعملها كده من نفسي. متنسونيش في لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وبحبكم في الله وجزاكم الله كل خير، وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.